هاي جايز، العطلة الصيفية وصلت وكل وحدة فينا تقول وش ندير وكيفاه نبدل روتيني. لهذا جبت لكم 10 أفكار خفيفة تساعدكم تستغلوا وقتكم صح وتبعدوا الملل. كل فكرة تقدروا تطبقوها حتى من الدار بدون مصروف كبير ولا تعب. خليكم للنهاية وكتبوا لي في التعليقات شحال من فكرة عجبتكم. اوكي جايز، نروحوا للفكرة الأولى. نبدأ بأول فكرة وهي الأهم، تعلم مهارة جديدة. ممكن تكون حاجة جديدة تحبيها، الرسم، المكياج، التصميم، الطرز أو حتى المونتاج. كي تتعلمي حاجة جديدة تحسي بروحك تطوري وتبدلي وما تبقاش دايما في نفس الروتين. الفكرة الثانية واللي هي القراءة. اختاري رواية خفيفة تكون خيالية فيها غموض أو حاجة تدخلك لعالم ثاني. قرايها الصباح مع القهوة أو المساء، راح تحسن من مزاجك وتحسي أنه راكي تديري حاجة في الصيف، أو تغيري من روتينك المعتاد. الفكرة الثالثة، شاركي موهبتك. لو عندك موهبة شاركيها، فتحي حساب في يوتيوب أو باقي المنصات، نزلي صور أو فيديوهات خفيفة حتى ولو بسيطة. صدقيني ممكن تبني مجتمع صغير يحبك ويتبعك وتكتشفي نفسك من جديد. الفكرة الرابعة، الفكرة الخامسة، ديكور خفيف. بدلي حاجة في غرفتك، ماشي ضروري شراء، غير رتبي بطريقة جديدة، علقي صور، أخدمي حاجة يدويا. هذا التغيير الصغير يبدل الجو كامل ويعطيك طاقة إيجابية. نروحو للفكرة السادسة واللي هي يوم دلع كامل. وش معناتها؟ دلعي نفسك نهار كامل، دوشي، ديري ماسك لشعرك، ديري ماسك لوجهك، شوية مانيكير، تعتني بروحك. خصصي يوم فقط للعناية بنفسك. الفكرة السابعة، بلاي ليست خاص بك. ديري أغاني خاصة بصيفك، سميها موسم الطاقة أو مودي. في العطلة كل مرة تحسي راكي كرهانة، شعليها ورجعي المود. الفكرة الثامنة، كلمات من لغة جديدة. تعلمي شوية كلمات من لغات تحبيها، إنجليزية، تركية، كورية. جربي تحفظي 5 كلمات كل يوم وتكتبيها في دفتر صغير. بعد أسبوع راح تفرحي بروحك. الفكرة التاسعة، فلوج مع الناس اللي تحبيهم. صوري فلوج خفيف مع عائلتك ولا أصحاباتك، خرجة، طبخة، لعبة. هذه اللحظات تبقى في القلب وتقدري تحتفظي بهم كذكرى. الفكرة العاشرة والأخيرة واللي هي تحدي بسيط ومفيد. ديري تحدي مع روحك، كما يوم بلا هاتف، أو 5 أيام استيقاظ باكرا، أو 3 أيام بدون شكاوى. ولا تحاولي تغيري من عاداتك مع روحك، طريقة الكلام تاعك تقيدي بهم لمدة معينة وديري فيهم تحدي لنفسك. هذا التحدي يعلمك الصبر ويخليك تكتشفي قوتك. كانت هذه هي 10 أفكار بسيطة لكن تقدر تبدل لك العطلة كامل. ما تنساش تكتبوا لي تحت شحال من فكرة عجبتكم. إذا حبيتوا الجزء الثاني قولوا لي باش نزيد أفكار جديدة. خلوا لايك وشاركي الفيديو مع صحاباتك باش كامل نستفادوا. نشوفكم في الفيديو الجاي. إلى الملتقى، سلام.